السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم عندي في القناه ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم كريب مالح اولا كريب صالي بواحد الحشوه اللي جد اقتصاديه ومعلكه من الداخل كما كتلاحظوا معايا. هاد لي كريب هادو كيجيو صراحه بنانين بزاف ولذاذين، غير جربوهم غادي يوليو معتمدين عندكم. اهم شيء انهم كيتحضروا ببيضه واحده فقط. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوش لي لايك ديالكم. بلا ما نطول عليكم دوزو مباشرة باش نحضروا لي كريب ديالنا. اول حاجه نبداو بالحشو ديالنا باش نخليوه يبرد على جنب. غادي نحتاجو هنايا كورجيت اولا القرعه الخضراء محكوكه في الحكاكه رقيقه، عندي هنا حبه ديال الجزر محكوكه حتى هي في الحكاكه رقيقه، وعندي هنا بصله اللي مشلضه هكا قطع صغيره، عندي هنا طريفات ديال الصدر ديال الدجاج يمكن لكم تعوضوه بالكفته اولا لاداند اللي متوفر عندكم مزيان، عندي هنا الجبن ديال الموتزاريلا الخاص بالبيتزا، هنا راه كان في المجمد باقي هنا ما طلقش، غنخليه حتى يطلق وغادي نحكو معكم. عندي هنا التوابل، بالنسبه للتوابل غنحتاج معلقه صغيره من التحميره، معلقه صغيره من الخرقوم، معلقه صغيره من السكينجبير، ومعلقه صغيره من الابزار، وايضا معلقه صغيره ديال الملح. في واحد المقلاة غادي نوضع البصل ديالي يتشحر هو الاول، غندير عليه الزويته ديال المائده، وغادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال الملحه، نخلي كلشي حتى يتشحر مزيان فوق النار. عاد من بعد غادي نضيف صدر ديال الدجاج كما قلت لكم، يمكن لكم تعوضوه بلا داند اولا بالكفته، ولا يمكن لكم ايضا تستغناو عليه ماشي مشكل. هنا غادي نخليه حتى يتشحر واحد شويه يدخلوا الطياب، وغادي نزيد عليه الكورجيت اللي حكيته، وغادي نزيد عليه الجزر عفوا اللي حتى هو حكيته في الحكاكه رقيقه باش هكا دغيا يطيب لينا وما ياخذش لنا الوقت بزاف. موراها غادي نزيد التوابل ديالي اللي ذكرت معكم قبيله، يمكن لكم تزيدوا معلقه صغيره ديال الهريسه الا كنتو بغيتو. من بعد ما نخلي كلشي حتى يتشحر مزيان غادي نضيف واحد المربع ديال الجبن، هذا الجبن هذا الخاص بالسندويشات يمكن لكم تعوضوه بالفرomاج مثلث. نخليو الحشوه ديالنا تبرد على جنب وندوزو باش نحضروا لي كريب ديالنا. اول حاجه عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، عندي هنايا 4 كاس ديال زيت المائده، وزلافه ديال الدقيق الابيض، عندي هنايا بيضه واحده، معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الابزار. في واحد الخلاط كهربائي او يمكن لكم غير تخلطوا هكا بالضرب اليدوي، غادي نضيفوا بيضه واحده، وغادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال الملحه مع معلقه صغيره ديال الابزار. غادي نضيف عليه 4 كاس ديال زيت المائدة، وغادي نضيف الحليب حتى هو نصف لتر ديال الحليب. من بعد غادي نضيف الدقيق، بالنسبه للدقيق البنات عندي زلافه اللي كتعادل ليا 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. انا هنا غادي نوضع غير نصف الكميه حتى غادي نخلط، عاد غادي نوضع الكميه اللي بقات ليا. مهم العبار ديال الزلافه راهم 2 كيسان ديال دقيق ديال العنبه. صافي غادي نميكسي كلشي مزيان مزيان حتى غادي نحصلوا على هذا الخليط هذا. كما كتلاحظوا معايا الخليط كيجي على هذا الشكل هذا، ما كيكونش خفيف وما كيكونش ثقيل في نفس الوقت. غادي نزيدوا ليه 2 معالق ديال قزبر ومعدنوس. هنا البنات من الاحسن تضيفوا 2 معالق هنا في هذه الوقيته هذه، ما تخلطوهمش مع المكونات في الميكسور باش هكا يبقى الربيع القزبر والمعدنوس يبقى باين. صافي غادي نخلط كلشي مزيان هكا العناصر، وغادي ندوز باش نطيبو مباشره. هنايا في واحد المقلاة تكون ما تتلصقش، يعني المقلاة ديال البغرير اولا خاصه بلي كريب، على العافيه اللي تكون مهيله. غادي نبداو نطيبو في لي كريب ديالنا على هذا الشكل هذا، غير يبدا تشوفوه نشف من الفوق من الوجه ديالو، وبداو هكا الجوانب كيطلعوا، صافي تتقلبوها كما كتشوفوا تخليوها تتحمر على هذا الشكل هذا. صافي وتبداو تتقلبوها حتى تحمر لكم الوجهين بجوج. انا هنايا راه كنت بديت كنطيب، غادي نوضعهم في واحد المنديل وغادي نغطي عليهم باش هكا ما يقصاحوش لينا.
صافي هنايا البنات راني ساليت الكميه اللي عندي، ما كنبغيش نطول عليكم الفيديو، داكشي علاش كيجيكم هكا داكشي مسرع، ولكن ما كنبغيش نطول عليكم الصراحه الفيديوهات. المهم لي كريب ديالنا كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، حاولوا غير تغطيوهم باش هكا يطلقوا وما يجيكمش قاصحين. غنحتاجوا في العماره ديال لي كريب، عندي هنايا الفرomاج اللي حكيتو ديال الموتزاريلا، وعندي هنا الحشوه من بعد ما بردات. غادي نحتاج ايضا هنا واحد الزليفه نوضع فيها معلقه صغيره، معلقه ديال الطحين مع شويه ديال الماء غير باش نلصق هكا الجوانب ديال الكريب ديالنا. بالنسبه للبنات للطريقه ديال العماره ديال هاد الكريب، غادي نوضعوا الوجه اللي كيكون محمر هو اللي كيكون لداخل. غادي نوضعوا كميه ديال الحشوه ديالنا على حسب الرغبه كما بغيتو نتوما، وغادي نضيف هنايا شويه ديال الموتزاريلا. صافي غادي نطويها على شكل مسمنه مربعه. بالنسبه لي انا اختاريت هذا الشكل هذا حيت ديجا كنت شاركت معكم على شكل سيجار ودرناهم في الفران. الا تفرجتوا في الفيديو اللي كنت شاركت معكم شحال هادي، هاد المره هادي قلت غادي نديرها على شكل هكا خبيزه هكا مربعه او لا ميني تاكوس هكا صغير، كتجي صراحه زوينه في المنظر ديالها وحتى في المذاق ديالها. صافي هنا كما كتشوفوا انا كنطوي وكنلصق هكا الجوانب بداك الدقيق والماء اللي حضرت معكم. صافي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وبنفس الطريقه غادي نكمل الكميه اللي عندي. هنا غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه مره ثانيه. من بعد راه لي كريب الاخرين غندير لهم نفس الشيء، يعني بلا ما نطول عليكم الفيديو بزاف. صافي هنايا كما شفتوني درت الحشوه ديالي، من بعد كنزيد الفرomاج ديال البيتزا يعني ديال الموتزاريلا، وصافي وغادي نسد على الطريقه اللي كنت وريتكم في المره الاولى. صافي على هذا الشكل هذا. هنا راني وريتكم زعما غير بالماء والدقيق باش كنسد. صافي وغادي نطويها على هذا الشكل هذا. هنا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي غادي ندوز باش نطيبهم في المقلاة اللي غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، او اللي يمكن لكم تدهنوها بشويه ديال الزيت. بالنسبه لي انا اختاريت هذه المقلاة هذه المشرطه ديال الطاكوس، هي اللي استعملت. يمكن لكم تستعملوا مقلاة عاديه ما كاينش اشكال. صافي هنايا كما شفتوني دهنت المقلاة مزيان بالزبده، وغادي نوضع فيها لي كريب ديالي على هذا الشكل. ما غاديش نوضع الجهه اللي مسدوده، غندير العكس، الجهه اللي طويت لتحت هي اللي غادي ندير. صافي غادي نحطهم كاملين حدا بعضياتهم هكا. صافي هنايا ردوا معاهم البال حيت دغيا كيتحمروا، ما تياخذوش الوقت بزاف، غير يبانوا لكم هكا تحمروا من الاسفل قلبوهم باش يتحمروا على الوجه الفوقاني. هنا انا اختاريت هاد المقلاة هادي اللي مشرطه غير باش يجيوني دوك الخطيطات فيها على شكل هكا طاكوس، يعني ميني طاكوس هكا صغار هكا باش يجي الشكل ديالهم زوينين. الا بغيتو ديروا مقلاة عاديه ديروها ما كاينش مشكل، راه هما كيجيو في المنظر ديالهم زوينين بزاف. صافي هنايا من بعد ما تحمروا لي كريب ديالي غادي نوضعهم في طبق التقديم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. صراحه راهم كيجيو زوينين بزاف، غير جربوهم وردوا عليا. وهكا كنكونوا سالينا لي كريب ديالنا، الكريب مالح اولا كريب صالي اللي كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي صراحه زوين بزاف في المنظر ديالو. اما المذاق بلا ما نقول لكم صراحه راهم كيجيو بنانين بزاف، غير جربوهم واكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم وغادي يوليو معتمدين عندكم. هنايا غادي نقسم معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش دايرين من الداخل. صراحه راهم كيجيو زوينين بزاف ومعلكين من الداخل وعامرين بالحشوه كما كتلاحظوا. بالنسبه للحشوه راكم كما شفتوا معايا راها جد اقتصاديه، غير بالخضره وهكا ظريفه ديال الدجاج اولا لا داند كما قلت لكم اولا كفيته اللي متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوه. والفرomاج الخاص بالموتزاريلا راني ديجا كنت شاركت معكم النوعيه اللي كنستعمل انا. الا بغيتو نعاود نشاركها معكم ما عليكم غير تخليوها ليا في لي كومونتير. وهكا كيفاش كيجيو لي كريب ديالنا من الوجه ديالهم ومن الاسفل كيجيو صراحه محمرين وزوينين بزاف. غير جربوا الطريقه اللي عطيتكم وجربوا هذه الوصفه هذه وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوناش من لي لايك ديالكم وتبقاو على خير.